نهاية مأساوية للفنان يوسف العسال، والذي لا تزال قصته لغزاً محيراً حتى وقتنا هذا. يوسف العسال ممثل مصري من مواليد 14 مايو سنة 1947. اشتهر بتقديم دور الخواجة في معظم أدواره بالسينما والدراما التلفزيونية، وذلك نظراً لملامحه الأوروبية. وفي عام 2014 لقى الفنان يوسف العسال مصرعه، حيث عثر عليه قتيلاً داخل شقته في شارع بغداد بمصر الجديدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 فبراير سنة 2014 أثناء تواجد الفنان يوسف العسال وزوجته في شقتهم بشارع بغداد في مصر الجديدة، حيث دق جرس الباب وذهب الفنان لفتح باب الشقة، فوجد أشخاص يدعون أنهم محصلين كهرباء. العسال وقتها ذهب لغرفة النوم لإحضار قيمة فاتورة الكهرباء، ولكنه وجدهم قد دخلوا الغرفة خلفه وطلبوا منه الصمت. وفي محاولة منه للهرب داخل الشقة، قام أحدهم بضربه على وجهه، وقام الثاني بمواصلة ضربه وتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وإذا بزوجة الفنان تخرج من الحمام وتشاهد زوجها والمتهمين، فحاولت الذهاب إلى شرفة المنزل للاستغاثة بالجيران، فقام الثالث بمنعها وتقييدها، وقام الرابع بسرقة 200 جنيه بعد ما فتش الشقة ولم يجد سوى هذا المبلغ بها. كما سرقوا 3 هواتف محمولة وتمكنوا من الهرب. زوجة الفنان نجحت في فتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران، وتم إبلاغ رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة وقتها، وعلى الفور انتقل فريق بحث من مديرية أمن القاهرة، وعينت القوات الشقة واختارت النيابة العامة، واللي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن. وقام فريق البحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال كل المتواجدين في محيط المنطقة للإدلاء بأي أوصاف تقود فريق البحث لكشف لغز مقتل الفنان يوسف العسال، ولكن دون جدوى. وظلت تلك القضية قيد البحث والتحقيق، وفي النهاية قيدت بخاتم ضد مجهول.